نفسك في مشروع مربح بأقل التكلفة وانتي قاعدة في بيتك؟ يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. عايزة أقولك طواجن رز بلبن، ورز بلبن بالمانجا، رز بلبن بالبلح، بالمكسرات، زي ما انت عايزة. اللي عندك حطيه مش هيقولك لا. بس عايزة أقولك شوية رز بلبن زي العسل. قبل أي شيء ننزل نحط لايك ونشترك في القناة وتقوليلي بتتابعيني من أي بلد علشان يوصلك كل جديد مني. تمام، يلا بينا نخش على المقادير. كيلو اللبن يا جماعة عليه كوباية رز، كوباية رز مش كبيرة، كوباية رز اللي هي كوباية الشاي. تمام، ليه؟ علشان كوباية الرز بتتضاعف. ليه بتتضاعف؟ علشان احنا طبيعي الرز بتاعنا بيعلى كوبايتين او كوباية ونص. فاحنا هنحط كوباية الرز بتاعتنا نحط عليها مقدارها 3 كوبايات ميه او 4 كوبايات، لان انا عايزاه معجن زي ما انت شايفاه كده، عشان الرزايه ما تحسيش بيها في بقك، تحسي كده بحاجه كريمه في بقك بتدوب. تمام، احنا عايزين نخليه زي بتاع المحلات واسراره وكل حركاته. تمام، هنحط كوبايه الرز، هنحط عليها لتر الحليب كامل الدسم، ويا ريت يا ريت اللي هو السايب، لان الدسم بتاعه بيبقى عالي شويه، بتاخدي منه وش قشطه من غير ما تحطي القشطه حتى. وما تيجي تحطي اللبن يا جماعه ترفعي ايدك عشان يعمل الفقاقيع ديت، لان انت لما بتعملي الفقاقيع ديت بتعمل وش اكتر معاكي. تمام، طب انا ما عنديش لبن سايب او كدهوت، لا، طب نجيب العلب بس تكون كامل الدسم، ونرفع ايدينا من فوق برضك، ونقلب تقليبه حلوه. بعد الرز طبعا ما بيتعجن لازم نقلب حلو قوي، ونحط كوبايه سكر. السكر ده اختياري من عندك، عايزه تبقي مسكر قوي حطي، عايزاه يبقى بين البنين براحتك برضك، بس انا بحط كوبايه السكر زي كوبايه الرز. تمام، علشان ايه؟ ما يبقاش مسكر، لان انتي هتحطي له اوريدي فواكه بلح، لازم يطلع معاكي حلو. بصي اللبن بعد ما غلي، قبل ترجعي تحطيه فين؟ على النار تاني، معلش نرجع نحطه على النار تاني ونوطي عشان يعمل معانا الوش اللي انتي شايفاه ده اللي انا بقلب فيه قدامك دلوقتي. يبقى نعمل ايه؟ بعد ما نصب اللبن والسكر نقلبه حلو قوي عشان نفك الرز، ونرجعه على النار بتاعته ونسيبه على نار هاديه عشان يعمل الوش اللي انتي شايفاه ده. طب احنا عايزين وشه يتقل اكتر كمان، هنعمل ايه؟ نجيب معلقتين لبن بودر اللي انا حطيتهم قصادك دولت، ونقلبهم حلو قوي لحد ما يدوبوا عشان ما يكلكعوش. تمام كده. طب انا مش عارفه، خايفه ان اللبن يكلكع، يبقى ندوبهم في كوبايه صغيره بمعلقتين لبن، نخليهم سايبين قوي ونكبهم عليهم. ما تخافيش مش هيكلكع ولا يحصل اي حاجه، بالعكس هيبقى كويس برضو. بس انا عشان انا عارفه ماشيه ازاي، فانا عارفه بدوبه. تمام، بصي الوش بتاع اللبن عشان انا واثقه من اللبن بتاعي. تمام، نجيب بعد كده بقى نعزز النكهه اكتر ونخلي طعمه في حته تانية خالص. 4 معالق كريم جانتيه، 4 معالق صغيرين. 2 كيلو لبن يبقى 4 معالق كبار. تمام، طب انا ما عنديش معالق صغيره، يبقى معلقتين لبن بودره على كيلو اللبن، معلقتين لبن بودره على كيلو اللبن، 4 معالق بودره على 2 كيلو لبن. تمام كده اهو. بس انا عارفه طبعا ايه مقدره نفسي، وافضل اقلب برضو كويس جدا. طبعا عندي شويه تمر قطعته طبعا قطع صغيره، منجيه حلوه قطعتها برضو، منجيه تانية عملتها مش عصير، ما ضربتهاش في الخلاط لا، ولا في كبه ولا هاند بلندر لا، عصرتها بايدي. تمام، وطلع بالشكل الجميل. بصي الوش، اعرفي ان الوش دوت هيخليلك الطواجن حمرا في الفرن. واحنا بنعبي كده بقى نقوم قايدين فين الفرن بتاعنا، الوش بتاعه اللي هو سطح الفرن. تمام، مش الارضيه لا، سطح الفرن اللي هو الوش، عشان الوش بتاعنا يحمر زي ما مثلا ما بنحمر صينيه بطاطس صينيه فراخ كده اهو. تمام، وبنعبي كده التعبيه الجميله ديت، وتفضلي تقلبي وانتي بتعبي. يا جماعه اي حد فاتته اي حاجه، انا حاطه كل ده كله في الوصف بتاعي، في صندوق الوصف. تمام، بصي يعني كريمي وانتي بتفضيه. حد شايف الرز؟ حد ملاحظ ان في رز؟ لا، لاني انا خليت الرز دايب دوب، اللي انتي حتى مش هتندغيه. ده اسرار الرز بلبن. تاني حاجه يا جماعه، احنا ما بنحطش نشا في الرز بلبن. ليه ما بنحطش نشا في الرز بلبن؟ علشان الرز بتاعنا اساسي كده كده منشي، يعني ايه،
في نشا، ما مش اللي هو محتاج نشا، لا. انت حتى لو تشوفي في المغرفة عندك اهي اوريدي طبيعي الرز بيمسك في بعضه، لما بتكتروا له الميه مش بيمسك في بعضه. فانا خلاص فتته، اللي هو استحالة يبقى الرزاية لوحدها واللبن طالع على سطح الرز، لا، مفيش حاجة من ديت. تمام، يبقى احنا ما بنحطش نشا في الرز، لان الرز كده كده اوريدي بيطلع مادة جواه اللي هو بتعزز الحاجة، بتخليها تمسك بمعنى اصح. لو حطيتي نشا وحطيتيه في التلاجة هتلاقيه مسك معاكي، ومعلقة تيجي تاخديها زي ما تكون بتاخدي معلقة رز معمر. انت فاهمة؟ يبقى بلاش ايه النشا خالص في الرز بلبن. تمام. بعد كده هندخل الطواجن العسل دي في الفرن، تاخد الوش زي السكر ده. ايه رأيكم؟ حاجة فاخر من الاخر، بيتكلم عن نفسه ولا لا؟ هننزل بقى بالمانجا بتاعتنا على الوش، اللي هو اللي انا قلت لكم مش ضربها في الخلاط، انا عملتها بايدي كده بالسكينه، بشرتها يعني بمعنى اصح. تمام، اهو زي ما انت شايفه حتى بتنزل يعني حتت فيها في العصير بتاعها. ليه؟ لان انا لو ضربتها هتبقى معلش سايله قوي، فانا عايزه اخد المعلقه معاها مانجا. طب انا حابه اكلها كمان فيها قطعه، طب ماشي، ما انا قطعت كمان مانجايه. يبقى انا عملت المانجا بتاعتي على نوعين في الرز بلبن بتاعي. وعايزه اقولك شويه رز بلبن فعلا حاجه تستاهل بقك، ولو مشيتي معايا بالخطوات ديت هتطلعي شويه رز بلبن الناس هتقولك عليه الله الله. تمام. واي حد محتاج وصفه اكله يقولي هو عايز ياكل ايه، فكروا معايا اعمل لكم اكله ايه المره الجايه، عشان تطلع لكم برضو. يعني اللي عايز يعمل اكله عنده عزومه محتاج اي حاجه يقولي في تعليق او كومنت، انا عايز اعمل كذا كذا يا هبه، وانا مثلا بكره عندي عزومه، بعد بكره وانا عندي كذا كذا عايزه اعمله، عايزه اعمل بط، عايزه اعمل حاجه، وانا اقولك على طول وارد عليكي او انزلك ليها فيديو طبيعي. تمام. وعايزه اقولك بالصحه والهنا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.